بالنسبه للمشكل اللي عندهم في الجنرال الثاني هذوك يحلوا المشكل ديالهم. حنا كممثلين ديال الساكنه ما يدخلوناش في هذه المتاهات ديالهم. خاصهم هذه دابا عام حنا باش خدينا هذا المجلس، يعني عام حنا كنعانيو في المدينه كلها حفار، والمجيء ديال السيده المديره راه خصها تجي. واظن وصلتي للصوت ديال الاخت ناديه اللي ما حطش على المسؤوليه ما يزيدش ليها. اذا خصها تجي تحضر ابسط شيء. هذه راه جلسه دستوريه وراه فيها كل واحد شنو ممثل الاحياء ديالو. اذا كل واحد خصو يدافع على الاحياء ديالو وندافعوا على الساكنه على جميع الاحياء ديال المدينه. يعني السيده المديره اقل حاجه خاصها تجي، وهذه رساله واضحه غنوجهوها ليها الان انها تجي وتجيب لنا واحد البلان ان ديال تعطينا واحد التاريخ امتى بدايه الاشغال امتى نهايه الاشغال. الناس راه كتعاني، الناس انا مشيت للميمونه راه حسبني عاد راه تفاجئت تما، راه عاد صرنا حرب هنا في المدينه ديال السطات. الناس تعاني وراه ما عارفينش ان لا اسرهم هما يمشيو يشدوا لنا في الجماعه. حنا وليت انا كرئيسه ناخذ المعيور مع عند الناس على حساب على اسرهم. لا، كل واحد يتحمل المسؤوليه ديالو كامله. اللي هما الحفاري ديالنا حنا كجماعه حنا مسؤولين عليهم نصايبوهم، واللي هما الحفاري ديال الاسري نصايبوهم، وما عندناش حتى الحق ندخلوا نصايبوا هذوك الحفاري لان غنخرجوا كما ونلونوها في اطار هذا المال العام. اذا الاسري خاصها تقوم بالواجب ديالها. واحد الشيء اللي تحال ان ما كاينش جواب. انا كرئيسه اتصلت بها، كان مشكل كان السي فيرازي مع الساكنه هبطوا لحدا لوينو، كان عندهم مشكل ديال الضغط الديور ديالهم. اتصلت بها 3 المرات ما جاوبتنيش، كتبت لها ميساج ايرجون هو عندي ايرجون ما جاوبتش. مره اخرى عاوتاني كان مشكل اتصلت بها ما جاوبتش. اذا منين ما تجاوبش وحده كمسؤوله في المدينه كممثله ديال الساكنه منين ما تجاوبنيش، اذا اش بقى؟ اذا غتجاوب مواطن هو عادي. والناس راه ماشي يعانون غير من الحفار، راه الناس يعانون حتى من الماء، راه الضوء راه مشينا للضوء ولا يتقطع على الديور، وشحال من حاجات بزاف. واستهتار كبير انا ما يمكنش حنا السطات كلها ولات حفار وكله ان على الجماعه. يعني حنا ما دايرينش الدور ديالنا مع العيد، حنا راه درنا الدور ديالنا. اذا يبقى السيده المديره كان عليها انها تحضر هذه الجلسه الدستوريه تجي ونسمعوها، نسمعوا شنو كاين.